انا مسافر الخميس بالليل، الحارس حصل الجمعه وجيت على ملا وشي بكيت وتكمل. عايز تترقى في شغلك وتعلى في المناصب؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم امير القاضي من قناه شويه بالمصري. عايز تبقى مشهور ونجمك يعلى؟ النهارده هنتكلم عن وزير في الوزاره المصريه، ومش اي وزير، بكيت يا كامل. ده كامل الوزير. بالمناسبة صحيح وانا بتكلم عن السكة الحديد، قال لك يعني في مهندس هيمسك قول يا عم ما تتكسفش. المرفق. عمال تتسولف. اول ما حصل الموضوع ده احنا قلنا ان اللي يتولى الامر ده كامل الوزير. الراجل اللي عمل المونوريل ولعبه المواسير ماشي على كيف كيفك. الموضوع صعب يا فندم. فبالراحه يا ريس على اللي هو كامل. قال لي لا، وحياة دموعك يا كامل كده، وحياة دموعك يا كامل هننجح. لكن مشوار الوزير ما كانش كله ورد. في عهده شفنا حوادث مركزه ومجموعه خوازيق صغيره، بس في حد عجبته الروح دي اكيد. وعشان كده باجي ايه اكتر في الكلام. اكتر يا كامل في الكلام. الراجل اللي كل ما يقولك هيحل الأزمة تلاقي الأزمة تتوى في محطة قطار. القطار المتجهة من مدينة المنصورة إلى القاهرة والقطار المتجهة من القاهرة إلى الإسماعيلية يتقاطعان في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أو تحت أتوبيس، أو ناس في سكة حديد بتموت والدنيا ماشية شغالة. ضم قطارين، قطار الزقازيق الإسماعيلية وقطار الزقازيق المنصورة، في واقع تصادم قطارين بمدينة الزقازيق. بعد حادث المنوفية المروع والذي هز مصر بسبب مقتل 18 طالبة وسائق 18 طالبة والسائق أثناء ذهابهن للعمل في الزراعة. تخيلوا لو الغلطة دي كانت في أي وزارة في العالم كانت هتكون خبر في الصفحة الأولى طول الشهر، لكن عندنا في وزارة كامل الوزير قال انتوا عندكم رئيس حول معنى كلمه impossible الموضوع يبقى زي إعلان تشويقي. الى اي بوسبل. بالمناسبة يا كامل، انا هنا يا ابن الكئيبه. اسمح لي ان انا رايك له رتبة الفريق. كامل الوزير مستمر في بناء القطارات والمشاريع والمفاجآت السريعة. والسؤال هنا، هل الحوادث في المشاريع الجديدة دليل على الروح التجربة والابتكار؟ كامل يقول لي التذكرة بجنيه، طب زودها، اقول له لا ما تزودهاش. ليه يا كامل بقول لك ما تزودهاش؟ ولا نقول إننا محتاجين نركز أكتر على الأمن والأمان؟ خايف خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي. يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن يا ولاد الكلب. نخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن. شاركونا آرائكم في التعليقات تحت، وما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان نوصل لكل جديد. ويلا بينا على المحتوى. انا مش هسيبها وامشي، انا فيها لحد ما اموت. لا بقى، انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله لا والله. عايز تعيش كويس وتنبسط؟ عايز تعيش أصلا؟ ووزير النقل رد على مطالب إقالته من المنصب. كامل الوزير مشاهدين الذي عاد من تركيا وزار مكان الحادث باعتباره المسؤول الأول عن قطاع النقل وما يحدث فيه. هيمسكوا فيا يا فندم. يمسكوا في مين يا كامل؟ جدع ما تقلقش، ورحمة المكسيكي ما تقلق. بتضحك. ثقة في الله نجاح، ثقة في الله الواحد. بحبك يا عبد الواحد. لم يبقى مكتوف الأيدي أمام الأصوات المطالبة بإقالته أو استقالته. لازم تقول كلمة للناس دلوقتي يا كامل. في ناس بتقول لك ايه؟ وزير النقل يستقيل. لا انا مش هستقيل، انا مش هسيبها وامشي. يبقى لازم تتعلم أول درس في الحياة. انا مش هسيبها وامشي، انا فيها لحد ما اموت. لا بقى، لا 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 لا. هفضل ابني واعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. لا 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 لا. انا مش هسيبها وامشي، انا فيها لحد ما اموت. يا كامل. ايه؟ مش دي كاميرا خفيه؟ الكاميرا خفيه.
ده اكيد رامز مشرحة القلب. في ناس بتقول لك ايه؟ وزير النقل يستقيل. لا انا مش هستقيل. انا مش هسيبها وامشي. وهو ازاي طب اقولها ازاي دي؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي ودايما يقول لك كامل وانا طيب ابليس. اقول له يا فندم والله انت اللي يعرفك يعرف ان انت طيب. لازم تعرف تبسط اللي حواليك. هو احنا عندنا في الجيش يا كامل بنتحايل على حد؟ مش اللي حواليك كلهم. انا مش هسيبها وامشي. انا فيها لحد ما اموت. المهمين اللي حواليك. المقاتل لا ينسحب. لا ينسحب. انا فيها لحد ما اموت. قلت كده. مش المهمين اللي حواليك كلهم، المهمين اللي حواليك وليهم سلطة عليك. لا صحيح، خليك واقف. لا خد بالك الراجل واقف ازاي. الناس العاديين عارفين الشغل وعارفين مين اللي بيشتغل وعارفين مين اللي بيشتغل بجد ومين اللي بيمثل. طبعا الناس طبعًا. عارفه. مش اللي ليهم سلطة كلهم. طبعا انت ما بتشوفش ده في عيون الناس في الشارع كامل وزير وانا ببقى سعيد بيهم وانا بتكلم معاهم. هو تقل في الشرب ولا ايه؟ الناس كتير بتتصور ان هي موجوده عشان لا طبعا. عشان يعني تحصيل فلوس. لا طبعا. وليك عنده حاجة، لو ليك عنده حاجة قول له. لا هي عشان تحصيل فلوس يا كامل. بس قبلها شطاره منين؟ هل عشان تحصيل فلوس؟ قول له. يلا نسرع ايقاعنا شويه حبيب قلبنا كلنا. اوعى تزعل يا كامل. حاضر يا سيدي. حادث المنوفية المروع والذي هز مصر بسبب مقتل 18 طالبة وسائق 18 طالبة والسائق أثناء ذهابهن للعمل في الزراعة. كلهم راحوا. ضحية دولة بتبني طرق وتوصل الناس للسماء. ده قانون من قوانين جد النمس الأعظم للحفاظ على النسل. انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجة ولا ايه؟ لا والله. في ناس بتقول لك ايه؟ وزير النقل يستقيل. لا انا مش هستقيل. انا مش هسيبها وامشي. قال لك طول ما عقد الدم معاك تقدر تخلف هنا وهناك. السؤال بقى حضرات، مين المسؤول؟ مين المجرم اللي يجب أن يحاكمه؟ ده حاجة بتتساب. مفيش شخص فوق الحساب. الموضوع يا حضرات هو جريمة مكتملة الأركان بتحصل كل يوم. طريق بيموت عليه ناس كل يوم بسبب الإهمال ونظام فاشل. تفتكر لو النهارده حد واخد الطريق دوت محتاج يخش المراكز او المحافظات عشان يعني ياخد خدمه؟ طب ما احنا لو عملنا على المحاور ديت، انا بكلم مش ليك انت كامل، تمام، انا بكلم الناس اللي موجوده معانا. الطريق ده بيموت عليه او بتحصل عليه حوادث اقل حاجه 10 حوادث. ده باعتراف نائب برلماني عن المنطقه. اسمع كده النائب بيقول ايه. الراجل دلوقتي على دوري الابطال. لان حضرتك تعلم انه بعد ده بثلاث 4 ساعات في عربيه نقل اتقلبت برضه. يا فندم كل يوم في لا يقل عن 10 حوادث على هذا الطريق، وخاصه في الوسط اللي فات الصحراء. يا استاذ ايمن. ايوه يا فندم. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتقول لي ان الطريق ده عليه كل يوم 10 حوادث؟ طبعا عليه حوادث، واحنا تواصلنا مع السيد معالي المحافظ محافظ المنطقه اللي هو ابراهيم ابو ريمون. فاما ان الطريق غلط، واما ان المخدرات منتشره جدا بين السواقين في مصر. لازم ده يخلص 2025. نقول موانينا جاهزه، سكاكنا الحديد جاهزه، الطرق بتاعتنا جاهزه بكل شيء. لكن الحقيقه الليله دي لاول مره هكون محامي عن المتهم كامل وزير. لا بلاسين. واثبت لكم بكل صراحه ووضوح وبالادله براءته من ذنب الارواح البريئه اللي ماتت على الطريق ده او على اي طريق تاني. يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا، خايف. انما المجرم الحقيقي هو اللي استخسر يعزي اهالي الضحايا. انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله. هو اللي استخسر ينزل ويسيب المصيف وينزل الى كفر السنابسه عشان يقف هو او رئيس وزرائه. انا مش هسيبها وامشي. انا فيها لحد ما اموت. لا بقى، انظر حولك، الكيف بيولد الكيف يا مزاجنجي. واعمل بقى، قول له المحاور اللي اتعملت دي ادينا ثمنها دلوقتي. سيب ولا سيب؟ كلها بتاعت مصر يا فندم. سيب ولا سيب يا كامل؟ وسيادتك رئيس مصر يا فندم. لا. هذا هو المجرم الذي يجب ان تتم محاسبته. لا، ده اللي هيحاسبني عليه مش انت. انما عارف ليه هم بيقدموا لك كامل وزير تحاسبه؟ لان السيسي مرفوع عنه القلم. اللي يغلط في مصر بيتحاسب ويتحاسب. لا احد فوق القانون.
بقناش عارفين نحلف برحمة مين، رشيد ولا المكسيكي؟ المكسيكي. الله يرحمه. ده مش انت اللي هيحاسبني عليه ربنا، يقول لي ضيعت ال 100 مليون خليتهم مشردين في كل حته. انا ما بخافش ابدا. المجرم الحقيقي هو اللي أرسل الجهل والفساد، فرخص موازنة الطرق وسمح للفاسدين بأنهم يعملوها، فكانت النتيجة موت الأرواح أو آلاف الأرواح تروح. بقول لك المكسيكي يا عم الله يرحم الجوز. انتوا شايفين اللي مؤاخذه المليارات زي الكوتشينه. يلا بينا. المليارات يا دكتور مصطفى زي الكوتشينه. لكم جله متعاصب جله. الحاج سعيد موجود؟ موجود يا فندم. الحاج سعيد بقول لك ايه، تشتغل في ديشنا ده وتخلصه خلال سنه. إن الراجل ده بيرسل عطاءات وهو قاعد، وعمل نظرية جديدة في إدارة الدولة وهي نظرية الطابونة. لا انا بتكلم صحيح عشان مش عايز اخلصه يا فندم. طب تاخد الفلوس بعد سنه؟ حاج سعيد الدنيا بايظه، الدنيا خربانه، انتوا مش عارفين حاجه، انتوا عايشين ممات مخلل. عارفين ايه هي اقدم مهنه في التاريخ؟ باكيت. لا مش اللي في دماغكم، للرجاله بقى. ايوه هي دي. قلت له يا فندم احنا في اول يوم حفر مكان عطرت فعلا باكيت. وربنا يخليك لينا بقى. كامل الوزير، الوزير كامل وكامل الوزير، الاثنين نقدر نقولهم الوزير كامل في كل شيء. ده رحله صعود صرصار، بس الصرصار مختلف. ما هو كده، هو ده الجيش. وليه بنقول الجيش ناجح؟ عشان ده تسلم الايادي ده تسلم يا جيش بلادي. بس انت بقيت شاطر قوي. طب لي بعدين، يلا شوف شغلك. انا يعني منبهر بصراحه. يا عم انبهر بعدين يا عم، روح شوف شغلك وخلصت. سواء انا بقى وزير او مش وزير انا فيها لحد ما اموت. لا خايف. في الزمن ده اللي يخاف يتاكل حاف وينام من غير لحاف. يقدر وزير النقل يعمل كده مش انت. اوعى تزعل يا كامل. ايوه ابو صلاح، ده احنا اللي دروسنا اللباري جوه الشباري بالدهلكه. لا خايف. ايه اللي جابك من الارياف يا غنداف؟ بلاش اسفاف. للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اقدم الفنون في التاريخ هو فن التعريف. على مساعدته ودعمه دعبس كده على طبلة نسيتها الفرقة امبارح. طبل له وانت بتتكلم. وتقويته ليا ويجمد قلبي للي اعلى منك انه عظيم. وإن شاء الله يعني في كلام كتير هقوله إن شاء الله بعد نهاية خدمتي في مذكرات إن شاء الله عن هذا الرجل العظيم. والفن ده حرك احداث كتير في العالم على مدار التاريخ. قال كده بالظبط، قال انتوا عندكم رئيس حول معنى كلمة impossible العبد الله عنده خبرة لا بأس بها في المجال ده إلى possible. انجليزي دي يا مرسي؟ مال ده يا مرسي؟ فيومي جري من على الكرسي طلع فوق، بسم الله ما شاء الله. العظم يا ابن النصيبة بطل. اللياقة مهمة قوي، مهمة في المسؤول. لازم الرياضه والكلام ده عشان ظهركم والحاجات ديت ما يحصلوش حاجه. صحيح، خلي بالك احسن من الكلام. حركة، يقول لك الحركة فيها، أيوة فيها. وانا بلد ايه اللي انت بتحببه ده؟ بتمرن. في حاجة غلط في لبس التمرين؟ ولا يكونش قصدك ان انا ابدل في عكس الاتجاه؟ يعني من قدام لورا ولا من ورا لقدام؟ بالمناسبة يا كامل، اسمح لي ان انا اراقيك لرتبة الفريق. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان الوسام اللي انا خدته ده مش انا بس اللي خدته، انتوا كلكم خدتوه معايا. مدام سيادتك خدته اكيد كلنا خدناه. اوعى تزعل يا كامل. هو ايه اللي خدناه؟ الوسام. انا فيها لحد ما اموت. المقاتل هينسحب. ها؟ لا ينسحب، انا فيها لحد ما اموت، قلت كده. انا من غيركم ولا حاجه. هتقول لي ازاي؟ هفضل اشتغل مع زمايلي حتى لو انا مش وزير. زمايلي ايه اللي يحصل يا كامل؟ قول. هتشيلوني، هتبقوا زمايلي. أنا عايز أقدم شكر لكل زمايلي
من غير لي من قادة وضباط وصف وجنود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. زمي عز الدين بقى زمي سليم زي أي ماي. كمل قصيدة جاي على ملا وشي. أنا كنت في جولة سريعة جدا، كان المفروض تكمل كمان يومين نتيجة أهمية الحدث اللي كنت فيه، ولكن فكرتني كتبتها من كل قلب، والله ما خسر في كده منصور. لما عرفت ان الحادث حصل يوم الجمعه، انا مسافر الخميس بالليل، الحادث حصل الجمعه، وجيت على ملا وشي بكيت. وتكمل. انا مش هسيبها وامشي. الاعتزال المبكر بطولة. انا فيها لحد ما اموت. ايه يا مر؟ ناوي على ايه تاني؟ وحياة المكسيك اللي لسه ما خلصتش.